إخواتي الصغيرين طلاب أولى طب، عارف إنك بتفكر في كذا حاجة دلوقتي وعايز ليها إجابات، زي إيه المواد اللي هدرسها في أولى طب، والمواد دي بتتكلم عن إيه، إزاي أتعامل مع نظام الطب وإزاي أذاكر في سنة أولى. أحب أقولك إن النهاردة جاي أجاوبك على الأسئلة دي. السلام عليكم، أهلا بيكم في فيديو جديد مع أحمد أبو زيد. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن نظام الدراسة في كلية الطب جامعة دمياط، والفيديو كان موجه أكتر للطلاب اللي هيدخلوا طب دمياط، والحمد لله الفيديو أفاد عدد كبير من الطلبة، فحبيت أعمل فيديو تاني وأشوف إيه أكتر حاجة الطلاب اللي لسه داخلين طب محتاجين يعرفوها وأتكلم عنها، بحيث إن أسهل الأمور قدر المستطاع. والمرة دي الفيديو موجه لكل طلاب أولى طب، مش طب دمياط بس. في الفيديو اللي فات عرفتك المواد اللي هتدرسها في أولى طب كأسماء بس. النهاردة هنعلى بالمستوى شوية وأعرفك كل مادة بتتكلم عن إيه وهتدرس فيها إيه، وكمان هنعرف إزاي تذاكر في أول شهر أو شهرين في أولى طب علشان تتعود على نظام الطب وما تراكمش وتقع في الدوامة دي. ودي نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، لأن أول شهرين في دراستك في الكلية دول أصعب شهرين بالنسبة لك. ودلوقتي هنعرف إيه هي المواد اللي هتدرسها في أولى طب، وفي آخر الفيديو هنعرف مع بعض إزاي تذاكر في أول شهر أو شهرين في الكلية وتتعود على نظام الدراسة. Anatomy and Embryology. الأناتومي هو علم التشريح. يعني إيه الكلام ده؟ كل عضو في جسمك بتدرس تفاصيله وبتعرف الشرايين اللي رايحة له والأوردة اللي خارجة منه، كأنك بالظبط بتوصف مشهد شفته. ده باختصار علم الأناتومي. يعني لو هنلخص علم الأناتومي في كلمة فهو علم وصفي. أما الإمبريولوجي فده علم يندرج تحت علم الأناتومي، بتدرس فيه برضه تشريح وبتوصف فيه أعضاء الجسم ولكن في المرحلة الجنينية. بمعنى آخر بتعرف كل أعضاء الجسم اتكونت إزاي، وإيه اللي بيحصل أثناء تكوينها، وإيه العيوب الخلقية اللي ممكن تشوفها لو في عضو ما اكتملش بشكل صحيح. الهيستولوجي هو علم الأنسجة والخلايا، بتدرس فيه الأنسجة وأنواعها وبتعرف الأنسجة اتكونت إزاي، وكمان بتعرف الأنسجة بتكون عاملة إزاي في الحالة الطبيعية اللي ربنا خلق الجسم عليها، وكمان بتدخل جوه الخلية وتعرف بتتكون من إيه، وكمان بتدخل جوه العضيات وتعرف بتتكون من إيه. فلو هنوصف علم الهيستولوجي بكلمة فهو زي علم الأناتومي بالظبط، علم وصفي، ولكن علم الأناتومي كان بيوصف الحاجات اللي بترى بالعين المجردة، ولكن علم الهيستولوجي بيوصف الحاجات الدقيقة اللي ما تعرفش تشوفها إلا تحت الميكروسكوب. الباثولوجي هو العلم المقابل لعلم الهيستولوجي. يعني إيه الكلام ده؟ الباثولوجي هو علم الأمراض، بتدرس فيه الأعضاء والأنسجة، ولكن لما بيصيبها مرض وبتعرف إيه التغيرات اللي حصلت في الأنسجة والأعضاء دي. لكن لو أنت فاكر إحنا قلنا إن الهيستولوجي بندرس فيه الأنسجة ولكن في الحالة الطبيعية اللي ربنا خلق الجسم عليها. الفسيولوجي هو علم وظائف الأعضاء، ده العلم اللي بيعرفك كل عضو في جسمك بيعمل إيه بالظبط وإيه وظيفته في جسمك في الحالة الطبيعية. لأن العضو ده لو أصابه مرض وبدأ يقوم بوظائف مش من الطبيعي إنه يقوم بيها، أو يعمل تصرفات مش من الطبيعي إنه يعملها، كده دخل في علم الباثولوجي. بالإضافة إن علم الفسيولوجي بيعرفك كل عضو بيشتغل إزاي. فارماكولوجي، أنت عرفت أعضاء جسمك في الحالة الطبيعية بتعمل إيه، ولما بيصيبها مرض بيحصل لها إيه. طيب هل هنسكت لو عرفنا إن في عضو معين في جسمك أصابه مرض؟ أكيد لأ، هنبدأ نشوف له دواء مناسب علشان نعالج المرض ده. هو ده بالظبط علم الفارما. علم الفارما بتدرس فيه كل الأدوية وبتعرف كل دواء بيعمل إيه وبيشتغل إزاي في جسمك وبيعالج إيه وإيه أضراره الجانبية اللي ممكن تحصل. مايكروبيولوجي، علم الميكروبيولوجي هو علم الكائنات الدقيقة، بتدرس فيه البكتيريا والفيروسات والفطريات وبتعرف أكتر عنها. باراسيتولوجي، علم الباراسيتولوجي هو علم الطفيليات، تدرس فيه الديدان وأنواعها، تدرس فيه الحشرات، تدرس فيه الكائنات وحيدة الخلية ولكن اللي بتصيب جسم الإنسان. يعني لو في طفيليات ولكن مش بتصيب جسم الإنسان أنت مالكش علاقة بيها. بايوكيمستري، علم البايوكيمستري هو علم الكيمياء الحيوية، وده العلم اللي بتدرس فيه التفاعلات اللي بتحصل جوه جسمك، وبتدرس فيه التركيب الكيميائي للعناصر اللي موجودة جوه جسمك زي الكربوهيدرات والدهون والبروتين وغيرها طبعا. جينيتكس، الجينيتكس
هو علم الهندسة الوراثية، وده العلم اللي بتدرس فيه معلومات أكتر عن ال DNA وال RNA، وبتكون بحد كبير شبيهة بالمعلومات اللي درستها في تالتة ثانوي لو أنت ثانوية عامة مصرية. وعلم الجينيتكس من العلوم اللي هتدرسها في الجنرال بس، ومش هتتعرض ليها تاني، على عكس المواد اللي قلناها. ازاي اذاكر في الطب؟ بعد ما عرفنا اكتر عن مواد الطب وبقى عندك خلفية كويسة عن المواد دي، تعالوا نروح بقى للنقطة الأهم بالنسبة للطلاب الجدد، وهو ازاي اذاكر في أول شهر أو شهرين في الكلية. أنا ليه بقول أول شهرين في الكلية؟ لأن دول أصعب شهرين، بتكون لسه جديد، الكلية غريبة عليك، في مصطلحات إنجليش كتير ومصطلحات لاتيني، في مصطلحات طبية أنت مش فاهمها ومش عارفها، فدول بالنسبة لك أصعب شهرين هيمروا عليك. لو عرفت تمشيهم صح إن شاء الله المذاكرة بعد كده هتكون أسهل كتير بالنسبة لك. مبدئيا كده أنت تدخل كلية الطب وهتحضر أول محاضرة ليك، وبعد ما تخلصها هتخرج من المحاضرة وبتقول لنفسك أنا هحول من كلية الطب وهروح أي كلية تانية. قار الطب ده مش قاري، أنا بس عايزك تهدى، لأن كلنا كنا زيك بما فيهم أنا، ودلوقتي أنا مكمل في الكلية وبفضل الله. دي حاجة معظم الطلبة بتمر بيها إن ما كانش كلهم في البداية. طيب يا أبو حميد، أعمل إيه علشان أتأقلم مع النظام ده؟ اوعى تراكم. مبدئيا كده اوعى تراكم، ودي من وجهة نظري النصيحة الأهم. المراكمة هتضيعك حرفيا، وخصوصا إنك في بداية طريقك في الكلية. احضر كل محاضرات، احضر المحاضرات وركز قدر المستطاع مع الدكاترة. أنت لسه في البداية والكم كبير جدا، وأنت مش متعود على كده، ومش هتعرف تذاكر مع نفسك من غير ما تشوف شرح الدكاترة. ولو حد قال لك سيبك من الكلية وهنبقى نسمع ريكوردات الشرح، فده غير كافي تماما، ومش هتفهم حاجة. انت لسه في بداية طريقك ولازم تحضر كل المحاضرات. نظم وقت. كلية الطب من الكليات الصعبة واللي فيها مذاكرة كتير جدا، ولو معرفتش تنظم وقتك بين الكلية وبين حياتك الشخصية هتتعب جدا. زي ما لازم تذاكر كويس، على الجانب الآخر برضو لازم يكون لك وقتك علشان تجدد طاقتك. ما تخليش المحاضرة تاخد أكتر من وقتك، ما تطولش في المحاضرة. يعني إيه الكلام ده؟ ما تفضلش تقول أنا لازم أفهم كل كلمة، لازم أحفظ كل كلمة. كده أنت هتفضل تذاكر في محاضرة واحدة 9 ساعات وهتنساها في الآخر. أنت حضرت الكلية وسمعت المحاضرة من الدكاترة، فهتكون عندك فكرة عن محتوى المحاضرة. هتروح البيت تفتح المحاضرة وتبص عليها تاني. مش لازم تحفظ كل كلمة في المحاضرة، ركز على الكلمات والمصطلحات الطبية واحفظهم. دول هيكونوا بالكتير 10 مصطلحات في كل محاضرة. وما تترجمش كل كلمة تقابلك. مثلا لو عندك جملة أنت مش فاهم فيها كلمة معينة، بس باقي الجملة فاهمها كويس والمعنى وصلك، ما تترجمش الكلمة دي وعديها. طيب لو الكلمة دي محورية متوقف عليها فهمك للجملة، يبقى لازم تترجمها علشان تفهم المغزى. وفي برامج ترجمة كتير، ممكن تحمل أي واحد منهم وتستخدمه، بس بشرط يكون برنامج مخصص للمصطلحات الطبية، لأن لو هتترجم على جوجل في حاجات هتترجم ترجمة حرفية وهتبقى غلط. لخص محاضرات، لخص المحاضرات اللي تلاقي فيها حشو كتير. ولو مش هتعرف تعمل الموضوع ده في الأول مش مهم، ذاكر المحاضرة زي ما هي. وزي ما قلت لك مش لازم تكون عارف كل كلمة في المحاضرة، يكفي بس في الأول إنك تكون فاهم المحاضرة بتتكلم عن إيه. ومش لازم تفهم كل حاجة بتذاكرها. إزاي بس يا أبو حميد؟ زي ما بقولك كده، لو قابلت حاجة في المحاضرة وأنت بتذاكرها ولقيت إن أنت ما أنتش فاهمها، احفظها، احفظها زي ما هي، مش لازم كل كلمة تقف عندها وتفهمها. بعد كده الفهم هيجي. ما تضيعش وقتك في فيديوهات الشرح الكتير، ما تعملش فيها نيوتن وتروح تفتح 10 فيديوهات على اليوتيوب لمحاضرة واحدة وتقول أصل أنا عايز أفهم كل تفصيلة بعمق. أنت كده بتضيع وقتك ومش هتلحق تخلص الكلام المطلوب منك وهتراكم. وأنا حذرتك في أول نصيحة من المراكمة. أنا أفضل ليا إن أذاكر كل المحاضرات نص مذاكرة، أحسن من إن أذاكر شوية محاضرات كويس أوي وباقي المحاضرات معرفش عنها حاجة. إمتى أفتح فيديو على اليوتيوب بقى؟ لما ألاقي إن أنا مفهمتش حاجة من الدكتور ولا عارف أذاكر المحاضرة خالص، المحاضرة بالنسبة لي عبارة عن طلاسم. في الحالة دي افتح فيديو يوتيوب، لأن أنت ممكن تلاقي فيديوهات على اليوتيوب نفس عنوان المحاضرة اللي معاك، ولكن الكلام اللي في المحاضرة مختلف تماما عن اللي معاك، وكده أنت مش هتستفيد أي حاجة. تستفيد من الويك إند. عندك ويك إند يعني إيه يا أبو حميد؟ هنضرب مثال مثلا بطب دمياط. طب دمياط بتدرس عدد أيام معينة، في أيام عندك أجازة في نهاية الأسبوع. هتعمل فيهم إيه؟ هتجيب المحاضرات اللي أخدتها في الأسبوع ده وتراجعها تاني وتبص عليها بشكل سريع. لو أنت مشيت على النظام ده في أول شهر أو شهرين في الكلية، أحب أبشرك إن الأمور هتبقى سهلة جدا معاك بإذن الله، وهتلاقي نفسك تأقلمت مع نظام الكلية والأمور بقت سهلة بالنسبة لك. لكن لو قعدت تراكم المحاضرات فوق بعض هتكره نفسك وهتكره اليوم اللي دخلت فيه الكلية ومش هتعرف تلم حاجة.
وخصوصا إنك لسه داخل الكلية جديد. أنا عارف إنك مش مصدق اللي أنا بقوله، وكمان لما تدخل الكلية وتاخد محاضرات مش هتصدق أكتر، وهتقول لنفسك إزاي بس في خلال شهر أو شهرين بالوضع اللي أنا فيه ده دلوقتي هتأقلم مع الكلية. أنا مش فاهم حاجة خالص. هو سحر يا أبو حميد فجأة هيتحول كده؟ لا مش سحر. امشي انت بس على النصايح ديت في أول شهر أو شهرين، وارجع بص على نفسك وهتفتكر كلامي ده كويس. ومش بس كده، انت هتعرف كمان ان كل اللي درسته في خلال الفترة اللي فاتت ده كانت حاجات سهلة جدا بالنسبة للي هتدرسه بعد كده. بس الفكرة انك هتكون تأقلمت واتعودت على نظام الكلية. دي كانت أهم النقاط اللي محتاج تمشي عليها في أول شهر أو شهرين في الكلية من وجهة نظري. وبعد كده هتلاقي الموضوع بقى أسهل، ومذاكرتك هتتغير خالص لأنك هتكون تكيفت مع نظام الكلية. أنا عارف إن الموضوع صعب في الأول ومحتاج مجهود، ولكن افتكر إن كل الطلاب اللي دخلوا طب مروا بنفس المرحلة. خليك مرن، هتقابل عقبات كتير، تجاوزها وكمل علشان تعرف تتماشى مع الكلية. وأخيرا، لو عندك أي استفسار حابب تعرفه اسألني وأنا هرد عليك. وما تنساش تبعت الفيديو ده لزمايلك علشان يستفادوا منه. وبس كده، سلام.